السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبخير. النهاردة بدأ ذي الحجة، وطبعا معظمنا صايمين. كل سنة وانتم طيبين. قلنا نعمل حاجة مختلفة النهاردة، بطاطس في الفرن محشية لحمة مفرومة. هنعملها النهاردة بطريقة مختلفة وسهلة وسريعة، تنفع للصيام، ونجدد في أكلاتنا. هنعملها مع بعض النهاردة خطوة بخطوة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنعمل الصلصة بتاعتنا. هنحط على النار بصلاية مقطعة مكعبات مع معلقة سمنة، وهنسيبها تحمر شوية. بدأت تحمر معانا، هنبدأ نحط الصلصة بتاعتنا. الطماطم ديت انا مسبكاها ومفرزاها، هسيبها لما تفك. تمام، فكت معانا اهي ومتسبكة. هنبدأ نحط شوية مية، تمام خدت غلوتين اهو. هنحط التوابل بتاعتنا، شوية زعتر، بابريكا، فلفل اسود، كزبرة ناشفة، وملح. هنقلبها ونسيبها تاخد غلوتين برضو. هنا مستخدمين بطاطس صغيرة زي ما انتوا شايفين. ببدأ ان انا اقورها، قورت شوية قلت ما اقورها معاكم. هنا بقطع حتة من فوق وحتة من تحت، بعمل لها قاعدة علشان اعرف احطها في القارب، وبعدين بقورها بالمقورة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا باخد بالي علشان ما تتخرمش من الناحية التانية. تمام كده خلصنا البطاطس بتاعتنا. هبدأ بقى ان انا اشوحها في شوية زيت. هنا في طاسة حطيت زيت اهو، وبعدين هبدأ ان انا اشوح البطاطس بتاعتنا من كل ناحية. قلبناها، بدأنا نطلعها اهو. تمام كده خلصنا الكمية كلها. هنبدأ بقى نجيب القالب بتاعنا، وهنحط الصلصة اللي احنا عملناها، نحط الكبشتين كده، وبعدين جبنا اللحمة المفرومة. دي لحمة مفرومة وانا معصجاها. نجيب البطاطس بتاعتنا ونحشيها ونرصها في القالب زي ما انتوا شايفين. تمام، هنا بعد ما خلصنا هنحط عليها بقية الصلصة بتاعتنا على الوش كله كده. القارب بقى جاهز، هندخله الفرن بقى. تمام، دخلنا الفرن واتحمر زي ما انتوا شايفين، تحميره جميل جدا. شوفوا بقى من قريب، تحفة.
شكل وريحة وطعم خطير. غرفنا الطبق بتاعنا، طبق التقديم زي ما انتوا شايفين شكله تحفة مع الرز بشعرية. طبعا كلنا بنعمل بطاطس في الفرن، بس دي طريقة مختلفة والطعم كمان مختلف بصراحة، ما شاء الله. بطاطس جميلة مستوية جدا، دايبة ما شاء الله. مع الرز بشعرية وبألف هنا وشفا.